مساء الخير، صباح الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج معرفش كوره. طبعا اتاخرنا كتير ان احنا المفروض نعمل حلقه باريس سان جيرمان وتشيلسي من بتاع شهر، بس حصل ظروف وعلي بيعمل تان فما كناش فاضيين. حصلت الحاجات ما ظبطتش مع بعض، بس النهارده سريعا هنتكلم عن الموضوع ده، وفي اخر الحلقه هنعلن عن اعلان مهم جدا عن ما هو قادم. فلو انت جيت ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير والحاجات اللذيذه دي وبس. وزعتر الجرس. نعمل ايه؟ الزعل نفعل زر الجرس بالظبط. ازيك يا لولو؟ كله فل. عامل ايه يا علي؟ ايه الحمد لله الاخبار؟ تمام. كله تمام؟ يس. الدنيا جميله. اه التان واحد جميل. ده واخد ده خدنا تان مصروف عليه. ده التان ده مصروف عليه. احكي لي، تعالى الاول ايه، نخش بسرعه في نخلص موضوع تشيلسي وباريس سان جيرمان، احنا متاخرين فيه جدا ده، وبعد كده نخش بقى في اللي احنا عايزين نتكلم فيه. تشيلسي باريس سان جيرمان. انا هسالك سؤال واحد. اوكي. ازاي؟ مش عارف. يعني عايز حد يقول لي. مش امال اجيب مين يعرف؟ قول لي بقى ايه اللي حصل دلوقتي. مش كان ناحيه تشيلسي كانت اسهل يعني كان اسهل صف تقريبا، اللي هو كان قابل بقى بالميروس ومش عارف ايه من الفرقه دي كانت جامده. اوكي. وباريس مهما قابلت ريال مدريد ما اعرفش قابلت مين ومين قابلت بايرن ومدريد قبل تشيلسي بالظبط. فالموضوع كان صعب جدا، يعني كان اسهل حاجه في باريس كان انتر ميامي، اما تشيلسي كانت بالنسبه لها اللي هو عادي. تشيلسي كان طريقه سهل نوعا ما. بالظبط كده. جم في الفاينل احنا قلنا بنسبه 90% باريس كده كده ضامنه الفوز مهما غست بص اللعيبه الفرقه كلها بالظبط. غسيل ومكوى، واحنا شفنا تشيلسي يعني عادي. جينا بقى شفنا بقى الماتش بتاع تشيلسي وباريس، موضوع مختلف تماما عن اللي احنا كنا متوقعينه اصلا. ده مختلف بس فاتح بق اللي هو ايه لو ازاي هو ده ماتش تاني وما مبدلين تيشيرتات ولا ايه؟ بالظبط، اللي هو لا، اللي هو انت تشيلسي عارف ازاي يلعب قدام باريس، عارف ازاي يقفل، عارف ازاي يهاجم، عارف ازاي يدافع. لا هو كان الموضوع كان مختلف جدا، وانا كنت شايف اللي هو تشيلسي كانت ممتعه. يعني اول مره يعني اتبسط من تشيلسي، يعني انا اساسا مش من مشجعين تشيلسي. فبتفرج على تشيلسي، لا اللي هو ايه ده، انا عايزهم يجيبوا الجول، ما اعرفش مين جواو بيدرو اللي هو لسه كان داخل معسكر عندهم، لعب بالظبط ماتشين قدام فرقته القديمه، كان فلومينيسي تقريبا. مش عارف الموضوع ده. وجاب جونين فرقه باباه. بالظبط. حصل كان حوار مش عارف باباه وما اعرفش ايه، وكان اتسجن والحوار ده. جه بقى لعب بقى في الفاينل، لا موضوع مبهر. كفايه بالمر ده لوحده اصلا. والفكره في حاجه في جواو بيدرو، يعني ما كنتش متخيل ان فرق الكواليتي كبير قوي كده ما بينه وما بين نيكلاس جاكسون. بالظبط، مش ممكن، ده فرق كواليتي مش طبيعي. ده رقم 2. فاكر لما قلت لي ان جواو بيدرو وتشيلسي بيكلموه، قلت لك ليه؟ ما هم لسه جايبين ديلاب. بالظبط، انا فهمت بقى جابوا لي. ايوه. انا ليه فعلا انا فهمت بقى. قلت يا سلام جواب، يعني تشيلسي بتجيب لعيبه كتيره جدا، في لعيبه اللي هو انت مش عارف توديهم فين ولا فين. فانا جبت جواو بيدرو ولسه جايب ديلاب، طب انا ليه جاي جواو بيدرو؟ ففهمنا بقى فعلا زي ما انت بتقول ايه اللي حصل. الواد في الماتش بتاع باريس سان جيرمان تحركاته كانت مش طبيعيه، ممتع، بيتحرك تحركات رهيبه. تعب. بيفكرني مين؟ فيرمينو. برافو عليك والله، بيفكرني فيرمينو جدا والله جامد. صح، حته ان هو عارف يباص امتى، وهباص مثلا ايه بكعبي جو برازيل، بس عارف هيعملها في وقت ازاي ويعملها صح ازاي. بينزل ممكن يسقط كده، فاهمني، بيبقى فولس لاين شويه. فلا جواو بيدرو اللي هو تحركاته في الملعب بايه ده، وفي كور كمان حتى لو هو مش مشارك في اللعبه هتلاقيه جاري سبرنت ساحب مدافع، فخلى بالمر بقى هو والواد لوحده نايمه على الارض، راح حاطط جون. يعني في جون التاني بتهيألي بالمر اللي هو دخل وبالمر قاعد يخش وراح الفيك شوت دي. ايه ده؟ انا قعدت اعيد فيها لان كنت فاكرها ان هو شاطها ورجعت له، وقال له بقى هيباص ما تباص، ما في لعيب جنبك. ايوه بالظبط، هو ده كان جواو بيدرو بقى اللي كان بيجي له ده. هو بقى راح سابه، وبعدين فيك شوت دي مش طبيعيه الصراحه، فظيعه. وبعدين لا هوب راح حاطط الجون. السبب الجون ان العيال اتسوحت مع تحرك جواو بيدرو ده. ايوه، فهو فتح له الزاويه. الزاويه صعبه جدا، يعني دونارو بص ما شاء الله هيلف قد كده وايده قد كده، برضه حته الزاويه اللي هي كانها في المقص بس تحت كده. هي اصلا شوطه اصلا بطيئه قوي، وجونين جون كده، يعني بالمر لما جاب جونين نفس الطريقه، نفس الموضوع. لا بالمر عارف يلعبها ازاي صح، غير بالمر اللي احنا شفناه في الدوري الانجليزي اللي هو كان نص موسم بقى التاني كان واقع خالص. قلنا بالمر بقى ده ولا انا شفت حد كان الموضوع ده مش فاكر كان مين، بس هو كان عنده وجهه نظر وانا ما كنتش واخد بالي منها قوي. بالمر في اخر السيزون كان بيلعب هاف ليفت، فده خلاه مش عارف يلعب. أيوة. وقافش على المدرب وبتاع، مش عارف يلعب كويس فيها. لما رجع تاني لعب هاف رايت و10 اقرب لل10، يعني كان بيلعب هاف رايت وداخل لجوه شويه ناحيه ال10 بان تاني. وده اللي حصل معاه في كاس العالم بالظبط. فهي دي اللي فرقت فعلا مع في مستواه فعلا. يعني كتير فعلا زي ما قلت لك ما شفتش بالمر في الموسم بتاع الدوري. ممكن كان كونفرنس ليج مثلا اللي هو كان لاعب فاينل تقريبا، ما اعرفش كان جاب جون او عمل جون واسيست،
وشفته في ماتش بتاع بالميراس بس. جه بقى في ماتش اللي هو مهم قوي مع فرقه صعبه جدا، اللي هو كان المفروض احسن فريق في العالم واخد تشامبيونز ليج وكسبان ريال مدريد، مش عارف كسبان باير. لا انت وكسبان بتلعب كسبان كده ريال مدريد بتهزيق يعني. بالظبط، وكسب بكل راحه وبلعب باريحيه وعارف هعمل ايه ومش هعمل ايه، وادي الكوره ده ازاي وادي الكوره ده لمين. لا حته برضه ثنائيه برضه اللي احنا اتمنى نشوفها تبقى كويسه، جواو بيدرو وبالمر. وشكله هيعتمد على جواو بيدرو من ناحيه كسترايكر خلاص صريح. ديلاب ممكن يبقى مهاجم، يبقى بديل ليه. وهو ديلاب واضح ان هو مش معتمد عليه قوي، ان هو شافه في كذا ماتش في كاس عالم الانديه ما كانش في احسن حالاته او ما كان. وجواو بيدرو عمل مستوى بالظبط. خرافي، بالظبط. فبرضه يخليه صعب يلعبه دي دلوقتي. الحقيقة. هنشوف في الدوري هيحصل ايه، بس هو في الديلاب او جواو بيدرو حط يعني الصراحه آه. ماتشين. حط بالظبط. الراجل جاب 3 جوان في ماتشين. خلص ماتش فلومينيزي لوميسي بجونين جونين وجون. وجون، فقضى على الماتش بتاع باريس سان جيرمان في 3 جوان في ماتشين. بالظبط. وانا لسه جاي معسكر طازه، جاي تشيلسي بالظبط. في بطوله صعبه. خدت بالي بقى من اتنين في تشيلسي كمان كانوا جامدين. كوكوريا كوكوريا ابهرني. انا ده بالنسبه لي في ناس كتير بتكره كوكوريا، بس انا اللعيب ده هو ليه الموضوع ده؟ انا ما اعرفش بجد. لازم هو مش ممكن محبوب من ساعه خالص. تقريبا ساعه اليورو لما كان مش عارف كان بيستفز، كان عمل حركه كده وهي بتاعت كان هالاند انجلترا وبتاع تقريبا. وقعد يقول هالاند. وبرده كان في ماتش بتاع انجلترا تقريبا برده الفاينل برده كان استفز حد فيهم. فكوكوريا هو مكروه، بس انا شايف ده لعيب اندر ريتد جدا ومحدش بيركز عليه، او ممكن من كرهه محدش بيحبه قوي. فاللي هو بالنسبه لي مهما لعب تخسف حقه. بالظبط، انت وحش، انت انا ما بحبكش. بس هو كوكوريا وكايسيدو. كايسيدو بقى انا ده قلت عليه شاعر في ماتش كده بالظبط. لا لعيب يا جدعان غريب يعني بالنسبه لي. لا بصراحه يعني كايسيدو اللي هو 6 زي ما قال الكتاب. لا فظيع. هو اصلا عمل ماتش مش طبيعي يعني، كرههم في عيشتهم. ايه ده؟ وكان بيضربهم جامد أيوة. يعني بيخش التحامات جامده قوي قوي. وبعدين حاجه تانية كمان، الماتش ده انا عايز افهم عشان كده بسالك ايه اللي خلى باريس سان جيرمان ما تعرفش تلعب كورتها. بالظبط. يعني باريس سان جيرمان ما لعبتش الكوره اللي هي كانت ايه، انت بتخلي الفرقه اللي قدامك تيجي عليك وتهاجمك وتقعد تضربها مرتدات وبتلعب حاجتين، يا اما كده يا اما زي ما بيعملوا في الحركه المشهوره بقى بتاعتهم دي سانتا يروح لعبها اوت عشان انا بحب اضغط فانا عايز اضغطك. الحته دي ما فيهوش يلعبوها برضه ولا عملوا دي بالظبط، ولا عرفوا ان هم لما يقفوا ورا يطلعوا بهجمه مرتده. تشيلسي كان كانه موجود في كل حته. دي الحقيقه. يعني انا تلاقي تشيلسي بيهاجم باربع لعيبه وتلاقيه بيدافع بكل اللعيبه. طب مجهود بدني، اظن الماتش ده بيقول ان البدني في الكوره بقى بيفرق قوي وممكن تكسب ماتش بس عشان انت بدنيا كنت قايم على حيلك. بس انا هسالك بقى سؤال، هل هم بقى بدنيا كانوا قايمين على حيلهم عشان خاطر هم طريقهم كان سهل لغايه لما وصلوا للنهائي؟ يعني ممكن نقول كده. ممكن خلاص احنا تشيلسي فهمت يعني هو ماريسكا واضح ان هو مدرب مش سهل من بعد اللي احنا شفنا خد البطوله زي دي. لا هو اكيد عارف يدرس ازاي باريس وعارف ازاي بيلعبوا ازاي. ده الوحيد اللي فك شفرتهم بالظبط. ومن اللي هو من يعني احترامي لكل اللي بيشجعوا تشيلسي، بس حاجه انكسبكتد جدا ان تشيلسي عرفت تقف قدام باريس اللي هو احنا كنا متوقعين ماتش وان سايد جيم 4-0. دي الحقيقه مساء الخير 4-0 خلاص الموضوع خلص. هو لا واضح ماريسكا شاف كل لعيب. حتى لو خدت بالك ان ريسي جيمس وظفه ان هو جنب كايسيدو في خط النص وخلى جوستو باك رايت. انا عندي راي في الحته دي غريب. ريس جيمس ده لعيب كويس قوي، الاصابات مهيناه بس لعيب كويس جدا. أيوة دي يعني بفكر في قد ايه ريس جيمس لعيب متنوع وبيلعب في اماكن كتير في الملعب ومجهوده البدني قوي جدا لما بيبقى يعني فت. لعيب كويس قوي. ايوه اللعيب ده الاصابات بجد يا جماعه حد يشوف له حل. ما الطب اتقدم يعني. حتى لما كنا بنشوفه مثلا في الدوري الانجليزي يعني مثلا اي حد بيلعب فانتزي مثلا اللي هو مثلا رقم واحد لو فت. بالظبط جيمس كده عشان هو معاه فاولات ومعاه ما اعرفش كورنر تقريبا وممكن يجيب لك كلين شيت. ايوه فريسي جيمس اسم حد تقيل جدا بس هي بس لولا اصابات لما بيبقى في الملعب بيفرق فعلا. دي الحقيقه بيفرق فرق كبير. وكمان غير مركزه فابتدى برضو ان برضو تشوف جيمس ان يقدر يلعب سي دي ام والله اعلم ممكن هيعتمد عليه كده ويخلي جوستو باك رايت لان جوستو بدع بالظبط. جوستو كان فاتح شارع وعند مين انا ده اللي غزني في الماتش. انت رايح تفتح شارع هو وبالمر عند مين؟ عند احسن باك ليفت المفروض في العالم بالظبط. نونو مينديز. مش شفناهوش في الماتش ده اتهزق. لا. ده جوستو هزقه. أيوه. وبالمر مسح بكرامته الارض اللي كان جابه يعني مثلا نونو مينديز ده لو كان ب 60 مليون دلوقتي بقى ب 20 بالظبط زي كان جافارديول كده كان مع ميسي بالظبط خلاص بقى ب 20 فاهم. لا اكتسحوه مع ان هو لعب عليه مين؟ صلاح ومعاه صلاح ما فيش مع حاجه. لعب عليه اسمه ايه ريال مدريد لعب عليه بالظبط. كان مين اللي لعب عليه؟ فيني راح له شويه وما كلش عليه عيش
وحد كمان وينجر، كمان وينجر جامد لعب عليه، مين كان؟ كومن ولا مين كان في بايرن او بتكلم على بايرن تقريبا في وينجر برضو جامد، قصدي التوب في الشغلانه لما لعبوا عليه توب هاف رايتس يعني، ما حدش اكل عليه من الفرقه تقيله ما حدش كمان عليه فيها معاه حاجه. صلاح ما فيش معاه حاجه، وهو في البيك بتاعه كان في السنه اللي فاتت، في احسن وقت ليه في السيزون، فكان واضح ان هو لا ده انت بقى ما فيش حد معلم عليك. لامين في ماتش البرتغال لحظه ما افتكر لامين، حتى أيوة. لامين ما عادش معاه حاجه، لا مسك لامين حزمه يعني. لكن يجي بقى بالمر وجوستو اللي هو اصلا يعني جوستو اللي هو في الاول وفي الاخر وينج باك بس مش اكتر، لا ده جوستو هزقه، ده حقيقي. بالمر مسح بكرامته الارض. فده برضو من الحاجات اللي استغربتها جدا في الماتش، ان هم هاجموا في اكتر حته قويه عند باريس سان جيرمان في الدفاع، نونو مندش وعرفوا يعتمدوا عليه يعني، جابوا 3 جوان من بالظبط يعني كل ناحيه فعلا عن نونو مندش، لغايه لما احنا فعلا ما شفناهوش في الماتش. جوستو بقى قادر ازاي يهاجم، وحتى نونو مندش خلاص مش عارف يوقفه، وبالمر بيجري برده من ناحيته، فخلاص انا هعتمد ان انا حد فاهم يدي الكوره لجوستو، جوستو يديها لبالمر ويشوف بالمر هيعمل بيها ايه، يا جواو بيدرو يا اما انا هخلصها. وجولين كان نجي من نفس الناحيه بالظبط بالظبط. فهو لا عارف يقفل الدنيا ازاي اصلا. انا بالنسبه لي بقى عايز اقول لك، هل ماريسكا السيزون بتاعه او تشيلسي السيزون بتاعه ناجح اللي خلص؟ انا شايف ناجح جدا لا وناجح، وانا اللي هو مش متوقع، وكنت قلت قبل كده من الحلقه ان هي تشيلسي مش فرقه اللي هي اللي عاملوا حاجه، بس تحس ان هم في السر كده. انا طلعت مركز الرابع، خدت كونفرنس ليج اللي هي ماشي البطوله الاوروبيه اللي لعبتها، وبطوله يعني مش يعني البطوله الاوروبيه اللي مش قيمتهم بس اللي هو البطوله الاوروبيه اللي لعبتها كسبتها بالظبط. فانا خلاص انا اخر كونفرنس ليج واطلع مركز الرابع، هركز بقى في الدوري، اجيب بقى صفقات ولا في الشامبيونز ليج بقى، وعندي بطوله في النص كاس العالم للانديه، وشوف بقى زي ما تيجي. لا ده خد البطوله وعارف هو هينافس على ايه وقافش ازاي ياخدها. فلا يعني واضح ان تشيلسي هنشوفها في السيزون اللي جاي الموضوع يبقى مختلف، ده غير الصفقات اللي عايزين يجيبوها اساسا. طيب هل بقى في رايك الماتش ده يقول ان باريس سان جيرمان اوفر ريتد؟ لا في ناس طلعت كده. لا مش خالص، مش اوفر ريتد خالص يعني. لا يعني الفكره اللي هو ايه، لا لما بيبقوا او مثلا لما انا شفتها ازاي، شفت ان هو لا لما باريس سان جيرمان بتبقى في الاوف داي بتتقلع خالص. بالظبط. يعني انا مشكله باريس سان جيرمان ما عرفش يعمل اي حل مع تشيلسي، يعني ما عرفش يعمل اي حاجه، مفيش اي تغيير نفع، مفيش اي حاجه، نزل دوي نزل مش عارف مين، مفيش الدنيا بايظه خالص. بالظبط. فهل هم فرقه مش اوفر ريتد؟ لان طبعا الانجازات اللي هم عملوها دي مش اوفر ريتد، ومش البطوله دي اللي هتخلينا نقول ان هم مش فرقه. أيوة. بس انا كنت متخيل قبل ماتش تشيلسي ده، انا كنت بصراحه شايف ان باريس سان جيرمان دي ملهاش حل، دي فرقه ما بتخسرش ومش هتخسر. بس تشيلسي لا، خلينا ابص بقى لا انتوا عندكم عيوب شويه قاتله. بس برضو حته برضو كان باريس برضو كانت واقعه قوي. برضو كان ناحيه الدفاع برضو كان بيلعبوا بيرالدو مكان باتشو. بيرالدو برضو كان لعب برضو من ناحيته كذا مره، بيرالدو ده هو معاك مفيش حق خالص. هو يعني معاك حق. انا كان باتشو برضو كان ستيل كان مغطي على الدفاع شويه صح. بس اللي هو يعني كده تشيلسي كانت حلوه جدا في الماتش من اوله لاخره، بس انا بتكلم برضو ان ممكن مثلا ايه حته باتش برضو لما اتطرد عندهم مثلا نواقص، ما عندهمش سنتر باكات بديل خالص. كان وكيمبيمبي اساسا بقاله كام سنه محذوف كاصابه ولا كدكه ولا بره القايمه اصلا. صح. وبرضه لو اساسا هو مش بيعتمد عليه كتير اصلا، فبيلعب يعتبر باتشو اساسا خلاص هو ضمنه اساسي، حتى لو ايه اللي حصل ممكن في ماتش ودي يلعب باتشو. الباتشو ده خلاص هو احنا ما سمعناش عليه قبل كده خالص، لعيب اكوادوري ومش عارف ايه، بس لا عمل موسم حلو جدا. كنت بجيبه في كريم وود والله العظيم والله ما كنتش اعرفه. انا لقيته في كريم وود، كان حد كان حاطه هيدن جيم في اللعبه في فيفا 24 لا فيفا 5 ساعتها كان فيفا 24 كان فرانكفورت تقريبا. والله ما فاكر جبته منين بقى، بس هو حد حطه هيدن جيم واشتريته مثلا ب 3 مليون يورو وبتاع. فعشان كده بقول لك في لعيبه اللي هو كان جابها في الاول زي ما شفنا روبن نيفيز. مين روبن نيفيز؟ سوري اسمه ايه؟ جواو نيفيز فاهم. برضه كان عنده برضه شويه نواقص، بس ستيل خلاص تشيلسي عرفوا يعملوا ايه وعندهم. بس باريس مش درجه ان هي اوفر ريتد، بس الفريق برضه هتخاف منها في الشامبيونز ليج كده الدوري يعني كده هم بيبقوا اصلا يعني هم لو هم فت وبدنيا اقوياء قوي، هم بدنيا ما اسعفهمش في ماتش تشيلسي خالص، لان هم خلاص كانوا جابوا اخرهم. دي الحقيقه.
لكن لما بيكونوا فايقين والدوري بتاعهم مش تنافسي قوي كتنافس، مش بيخليهم يعني ايه، مش عارفين يروحوا لمين وما يروحوش لمين. يعني مش عارفين، يعني مثلا هو اركز في الدوري ولا اركز في الشامبيونز ليج، اريح هنا ولا اريح هنا، لا بالظبط. قشطه، هو ممكن يريح في الدوري ويكسب، لكن هو الشامبيونز ليج ولغاية هو دلوقتي- البطوله الوحيده اللي بيلعب عليها. لغايه دلوقتي ما سمعناش قوي باريس ما جابتش حد، عارف اللي هو يعني هو مش محتاج يجيب. ما بالظبط، جيب هو حد خلاص إيه؟ هو معتمد خلاص كفايه يا باشا اللي 11 هو لعيب فيه. كده. خلصنا تشيلسي وباريس سان جيرمان، وانا شايف ان هو كان ماتش ممتع الصراحه قوي. دي الحقيقه. نروح بقى للسيزون الجديد. هبدا يا عم بيه بحضرتك، وهبدا بليفربول اللي عمال يجيب لي في لا اله الا الله كلهم دول. بالكارير مود بجد. ايه رايك في الترانسفير ويندو بتاع ليفربول لغايه دلوقتي؟ حلو جدا، ده انا مبسوط انت جدا. مبسوط جدا؟ أنا ده انا مبسوط فرحان جدا. ده انا كل شويه بعمل اقسم بالله ريفرش، اللي هو مستني فابيزم خلاص اشوف خلاص فاضل صفقه ايزاك، اه استني كلمه هير وي جو، مش بعمل ريفرش، لا لسه، لا مش عارف ايه، مين جاب مين، لعيب مهمش ما حدش عارفينه في الدوري الفرنسي، طب انا أيوة. استفدت ايه؟ انا عايز ايزاك، انت مستني، انا مستني انا إيزاك. مستني ايزاك خلاص. لا ليفربول داخله فتحوا الخزنه فجاه فجاه من بعد كلوب. مم. لو بيعجبني الميمز اللي هي بتنزل اللي هو ايه، فلوس كوتينيو فلوس كوتينيو. لا طلعت بالظبط. لا احنا صارفين اكتر، يعني لو ايزاك جه احنا صارفين اكتر من 300 مثلا مليون، وجايب لعيبه، انت جايب بصراحه هي لعيبه الفكره في الاختيارات، بالظبط. اختيارات حلوه قوي. المشكله ان انا كنت متوقع، يعني انا هبتدي مثلا بفريمبونج والبيرتس اللي هم اتنين في نفس الفرقه، متوقع مثلا عشان سيتي واقعه، فسيتي ممكن تجيب مثلا ايه اللاعبين دول، او تجيب حد فيهم عشان فريمبونج كان عندهم زمان. وفيرتس كان اقرب لبايرن بكتير. بالظبط. لا انت غفلتني ولقيت فيرتس وفريمبونج في نفس الفرقه تك تك كده مع بعض. مم. انت خدت الباكج خدت دي احسن اتنين في ليفربول. بالظبط، وهما اتنين اساسا ليهم كيمستري بنت كلب اساسا من زمان، سوري يعني فاهم، فهم ليهم كيمستري بشع من ايام بايرن ليفركوزن، وانا كنت شفتهم الموسم اللي خدوا بيه الدوري، اوكي، ولا اللي قبليه ولا اخر موسم اللي هي بايرن خدت بيه الدوري. اه فلا، وعندك مين تاني جبته؟ انت عندك وكيركيز. كيركيز كان مهم جدا تجيبه، بالظبط، لان روبرتسون يعني بقاله سيزون مش بالظبط، موجود يعني كان معانا اصلا. يهمني فعلا، كان اكتر حد كان باك رايت وباك ليفت، دول قفلتهم بالظبط. انا كنت دول اللي كنت محتاجهم اساسا من الموسم اللي فات او اللي قبليه مثلا. أوكي. ممكن في حته برضو بالذات باك ليفت، باك رايت كان ساعتها كان عندي ارنولد، بس روبرتسون من موسم مثلا 21 ولا 22 وهو خلاص روبرتسون مبقاش قادر خلاص يأدي حاجه ثانيه، فانت جبت كيركيز اللي هو في عز اللي هو الموسم اللي عامله مش روبرتسون باين ما عملش ولا جون ولا اسيست بقاله سيزون. بالظبط. ما انا بيلعبش كتير يعني. شفتش روبرتسون واداء الدفاع اصلا السنين بغض اللي النظر ان هو شغلته يدافع، مم. وبرده ده مش احسن حاجه، كان لا بالظبط. ثغره كبيره عند ليفربول. بالظبط. وكمان جبت لي خلاص فيرتس، دلوقتي بقى انت جبت لي بقى صفقه مين بقى؟ اكتيكي. ما بقى اللي عايز اتكلم فيه معاك، انت بعت لي خلاص لويس دياز، مستني ايزاك ليه بقى؟ ما هو في حته ايه بقى، احنا جبنا اكتيكي خلاص على اساس ان ايزاك خلاص اللي هو نيوكاسل انا هقعده، مهما بقى عملت بقى تدفع كام انا هقعده. انا كده قاعد. اول ما جبنا اكتيكي وراح هونج كونج حاسس ان وسالم على اللعيبه بعديه بيوم بالظبط ايزاك قافش عايز يروح ليفربول، حسيت فجاه ان انا حبيت وجالي دوري عرض من الدوري السعودي ورفضت بفلوس قد كده. دوري مين؟ كان الهلال الهلال كان عايز الهلال السعودي هو برضه وكمان الشراكه عشان صندوق واحد بالظبط، كان نيوكاسل سعوديين وسعوديه نفس الفند. فخلاص كان ممكن يعني كان يعرفوا يضغطوا على ايزاك اصلا، ممكن يروح هلال عادي جدا. فلا خلاص بقى انا رفضت ده ورفضت ده بس انا اللي فهمته ان الاحسن لايزاك للصندوق الاستثمار الاحسن ان هو يبيع ايزاك لبره الصندوق عشان يتحسب بالظبط فلوس، عشان اللعب مالي نظيف، صح كده. لان انت لو بعت الهلال هيعتبر كان واحد، مش هتتحسب ان انت بعت حاجه، هتتحسب يعني بالماينس او حاجه زي كده. ففاهم ان الصندوق لا هو يفضل ليفربول اكتر، صح، فاهم قصدي؟ بس دلوقتي بقى انت كليفربول طب انت ميت على ايزاك ليه دلوقتي؟ ما انت خلاص جبت اكتيكي، او يا عم بلاش، انت كنت حاطط بلان بي صح كده؟ بالظبط. طيب جبت بلان بي عشان ايزاك مش جاي، دلوقتي انت بتحارب عليه بقى لغايه دلوقتي ليه؟ ما هو بقى هتعمل بقى ايه في دول؟ ما دي بقى الفكره، ان انت خلاص بعت لي لويس دياز، وكيزا اساسا خلاص ان هو بره بقى يتحط بره القايمه، وكده كده هيتباع. فاضل مين؟ داروين نونز. داروين نونز ده انا مش عارفين يتباع لغايه دلوقتي، واساسا صفقه طالب 70 مليون بالظبط. ما هي صفقه برضه، ما انت لويس دياز بعت لي ب 75 مليون، دي بصراحه خارجه حلوه جدا جدا. انت جبته 45 ده بقيته 75 بالزبط. مكسب زي الفل، وفي بايرن ميونخ يا باشا وروى والدنيا وخدت منه شويه خير وخلاص، وهو ما كانش اصلا جايب معاك قوي يعني. دلوقتي مثلا ايه، خلاص التارجت خلاص على لويس دياز واتباع، وكيزا كده كده هيتباع لاي فرقه، ممكن يروح نابولي، ممكن يروح يرجع تاني دوري ايطالي عامه مش فاكره. انت فاضل لك داروين نونز. داروين نونز ده لو بعته
انت خلاص انت يعني معاك فلوس اساسا تكفي فلوس الايزاك اللي انت هتجيبها، بلس اللي انت هتزود عليه ممكن حاجات بسيطه. مم. فانت بقى حته بقى ان انت جبت كتيك وايزاك، هي حته بقى يعني ايه فكره هتوظفهم ازاي، ما دي بقى الفكره. انا شايفها صعبه قوي. انت مثلا بالظبط. سي انت نجحت وجبت ايزاك، م- وايزاك بتتكلم مش اقل من 150 مليون على م- كلامهم. م. طب 150 مليون، هو لسه جايب ايكيتيكي بكام؟ كان ساعتها بقى ايه كتير كان ب 75 مليون برضه. 75 مليون. هتقعد 75 مليون على الدكه؟ استحاله. ما انا بقى ولو انت جبت ايزاك م. بصراحه اولى ان هو يلعب، لان م. ايزاك يعني ايزاك كده كده متمرس في الدوري وكان وفاهم تاني هداف الدوري السنه اللي فاتت. وهداف بالظبط. وبتاع، وانت اصلا وده البادجت الاعلى. م. طب انت هتجيب 75 مليون وتقعدوا على الدكه جنبك؟ ما ده برضو ما غريبه. ما هي فكره بقى ان انت ايه، او خلاص بدل سلوت عايز ايزاك وايزاك عايز ليفربول، فهو خلاص شكله ايزاك هو هيعرف هيلعبه فين وهيوظفه ازاي. بالنسبه بقى ناحيه اكيتيكي، هو اكيد مش هو هيسيبه كليك عنده كام سنه تعرف؟ آه... انا تقريبا افتكر ان حاسس هو صغير. صغنن 23 24 صح؟ يعني ممكن يستحمل يقعد على الدكه سيزون. ممكن، او ممكن فعلا يوظفه يلعبه بطريقه تشكيله تانية خالص. يعني ممكن انا هتلعب ايه، بالنسبه 4 لي، 2 او ممكن 4؟ 4 4 2. هيخلي مثلا عادي الاربعه اللي ورا فريمبونج مثلا، كيركيز وكوناتي فان دايك واليسون في الجون. ماشي. احنا قلنا الاربعه بقى اللي في النص، تخلي مين؟ كيكا جرافنبرخ اساسي وماك اليستر، وتخلي صلاح رايت ميد. وممكن بقى هتبقى ريسك شويه، بس انا شفت فيرتس. فيرس بقى ليفت ميد. انت كده كده جايب بفلوس قد كده، وساعات عادوا دكه. تصدق دي مقنعه شويه، لان انت دلوقتي ما عندكش هاف ليفت، بالظبط. وعندك الولد الصغنن ده النجوم ده ولا اللي اسمه ايه ريو اللي نجوم ده مكسر انا الدنيا السنه ده. ده بس ما اظنش ان اللي هو الاوقع ان انت مم. ممكن تجرب فيرتس في المركز ده اكتر. بالظبط. تصدق ممكن فعلا. فانا شايف دي كده. ميك سنس شويه فعلا. ويخلي الاثنين سترايكرز ايزاك وكيتيكي، ان انا ضامنهم دول. وبالنسبه لي كيتيكي بس هتبقى وجنبي فات تحول كبير قوي في الايدنتيتي بتاع في النادي. التشكيله. انت التشكيله هتبقى بقالك فوق. سنين ماشي 4 3 3 مم. وناجحه مم. معاك، فان انت بقى فجاه تلعب 4 4 2 ودي خطه تانية بطريقه بالظبط. تانية وقصه تانية، مم. وصلاح هيلعب بشكل تاني والكلام ده كله، حاسسها لفه كبيره قوي. هي صعبه. فاهم قصدي؟ إن انت عندك كذا اوبشن، بس كذا اوبشن مفيد ليك اخيرا. يعني انا بقى ماشي. كتير ما شفتش الاوبشن ده كمفيد اصلا، اللي هو احنا كنا نعتمد على الناس. الله يرحمه جوتا بقى، خلاص بقى راح الله يرحمه. مطرح ما راح. اه. خلاص كده. ودلوقتي برضو عندك برضو جاكبو، دكه هتبقى كويسه. طب انا اسالك سؤال، جابكو صحيح انا ما في جاكبو. نسيته. يا نهار اسود، هتعمل فيه ده كمان. بالظبط. طب انا يعني توقع بقى، انت ها. شايف ان ايزاك جاي ولا مش جاي؟ انا شايفه مش جاي الصراحه. انا حاسس لا هيجي كده كده. ما انا مش حاسس ان هي، احساس، بس انا حاسس هيجي. ان الديل دي ديل من الديلز اللي بتطول زي مم. مبابي كده، الديلز بقى اللي بتقعد سنه آه. سنتين فيها. ما هو كمان عشان نيوكاسل خلاص، انا دلوقتي متارجت على سترايكر هجيبه اساسي. يعني هم خلاص نيوكاسل خلاص متارجتين ان انا هجيب خلاص مهاجم هيلعب اساسي، هو يا اما اويسا ويفكروا يا اما شيسكو بتاع لايبزيج. اه بس انا سمعت ان هو عايزنا ومش عايز غيرنا، هيموت على ما اليونايتد. عايز الله يكون يجي، في عونه عايز يعني. يجي يشوف اللي ورانا، اللي عندنا، النيله اللي بالظبط. عندنا دي. اليونايتد يعني انا يعني مش عايز اتكلم عن اليونايتد كتير، هتكلم عليه سريعا. اليونايتد بيبيمبو آه، كونيا. جبنا اكتر اتنين مشاركين في الجوان السنه اللي فاتت، بالظبط. فالمفروض ان انت عملت الصح. اه. تمام. بس هي مشكله الفرقه مش مشكله ان انت بتجيب لعيبه كويسه ولا لا، بالظبط. مشكله الفرقه ان النادي بقى نادي بيئته صعب النجاح فيها. دي الحقيقه. بقى مشاكله كتيره وقصصه كتيره. اموريم ما اثبتش نفسه خالص السنه اللي فاتت. ماشي. اه باستثناء ان انت وصلت نهائي يوروبا ليج على عيني وعلى راسي والله، وخسرته في الاخر من توتنهام. بس انت مخلص 15 ولا 14 في الدوري، مش عايز افتكر الرقم اصلا. فانت فشلت فشل ذريع في الدوري. وهقول لك انا مثلا بقول ايه، معلش انا هعتبر ان انت رميت توبة الدوري وكنت مركز في اوروبا، ماشي. بس السيزون الجاي مش هستحمل كده، ومفيش حاجه بالظبط. اسمها كده. صح. خلاص طيب دلوقتي انت جبت مبويبو وكونيا على مم. عيني وعلى راسي الاثنين. زي ما قلت لك مشاركين في معظم. مبويبو مشارك في يجي اكتر من حاجه 20 جون في الدوري السنه اللي فاتت. بالظبط. كونيا كان نفس الكلام يعتبر قريب. ثالث ولا رابع هداف مبيمبو او كونيا، حد فيهم كان برضه كان مشارك برضه بوينتس كتيره عامه، سوري جوان بالظبط كتيره او بالظبط. اسيستات. كونيا كان عامل اداء حلو جدا مع وولز، مم. وهو اللي كان تقريبا الوحيد اللي في الفرقه اصلا اللي دي بيعمل الحقيقة. حاجه. فا اوكي، مم. انت محتاج مهاجم. احنا ما انت عندناش محتاج مهاجم. سترايكر. لما حتى لما شفت الماتش بتاع بري سيزون انت ما عندكش مهاجم. مم. انت بقيت بتعرف تعمل فرص بس ما حدش بيخلص. دي الحقيقه. فانت لو ما عندكش روح. وكمان دلوقتي انا شفت في اخر ماتشين في البري سيزون ان هو بقى بيلعب 3 4 2 1. اه فهو حته هو الثلاثه اموريم دي. بيلعب كان 3 مع سبورتنج، بالظبط. فهو كان عمال يحول مم. كل شويه الحته دي يروح للثلاثه دي. بالظبط. فحته 3 4 2 1 انت برضو محتاج طقم دفاع، لان انت برضو ما تعتمدش برضو ماشي ديليخت، ماشي انا ممكن اعتمد عليه هديله فرصه. بس ان انا اعتمد على مثلا باك رايت وباك ليفت سنتر باكات اللي انا شفتهم في ماتش لعب لوك شو مزراوي، دي كانت غريبه شويه.
الاربعه مثلا في ما النص. اظنش لوك شو هيلعب اساسي. لوك شو، لا انا شايف لوك اظن شو إن هو اساسا خلاص. دروجو الجديد البرتغالي ده هو اللي هيلعب. يو... اه هو وفي ده يورو اللي برضه هيلعب. ممكن يلعب بيورو. لين يورو بيلعب مساك. امم هيلعب مثلا ديليخت ولين يورو وممكن يلعب مزراوي جنبهم، لان هو بيحب دايما اه بالظبط. التالت يبقى شويه مايل على فكره ان هو يعني باك، بيلعب وسطهم عشان بيبقى سريع وبتاع مش عارف ايه. والوينجين زي ما انت قلت، مين بيلعب نص الملعب؟ نص ملعب عندك كازيميرو، اه مش عارف ده لو في لسه فيه حالته نفس يعني. ولا لا بالظبط، واوجارتي اللي انتوا كانوا جايبينه من باريس، واللعيب ده انا شايف فيه ان لعيب والله انا شايف كويس. برضو، بس هو النادي اصلا هو اللي منيل بميلان، بالظبط. هو مشكله النادي هو ايوه مش بيخليك تنجح. انت فاكر لما جبت مين ومين ومين، اليكسيس سانشيز، بروفيتش، بوجبا، من اللي انا اسوأ بعشق اللعيب الصفقات ده. اللي شفتها في حياتي بالظبط، اليكسيس سانشيز ده. واسامي، لا واسامي اللعيبه محبطه كبيره. احباط مش طبيعي. واوجارتي وكاسيميرو ومختريان. قدامهم برونو اه دلوقتي، ده بتتكلم على دلوقتي، سوري اه. قدامهم برونو. اه انت عندك سنه رايت ميد عماد ديالو. عندي امال كبيره والله فيه. اه يعني عماد ديالو كويس، وممكن برضو خط النص بدل كازيميرو ممكن تلعب كوبي ماينو. انا نفسي يلعب كوبي ماينو اه على طول. بالظبط، ممكن كمان جنبه اوجارتي. مش كده في ليفت ميد، ما عندكش ليفت ميد. وانت ممكن كونيا لعبها في ما بس الماتش. صعبه قوي يعني. انا كوني بالنسبه لي هو هيلعب كسنتر اتاك ميد فيلدر او سترايكر. اه ما هي دي الفكره. بس هو لما شفته لعب مايل ناحيه الشمال. ومبيمبو ممكن يلعب مثلا ليفت ميد بس هو برضه احسن في اليمين. او سترايكر. ايوه هما الاثنين ده يعملوا كده، بالظبط، فانت بس انا عندك اصلا ما اثنين. عنديش وينجات، بالظبط. فلازم يلعبوا وينجات. بالظبط. فانا محتاج بقى مهاجم. انت الليفت ميد لعبت واحد اسمه ليون، انت كان عنده 19 سنه، جبتوه اه ما اعرفش من دوري باراجواي ولا ما اعرفش بيلعب فين ده. اه فانا ما اعرفش فيه لعيبه غريبه انتوا ايوه جبتوه. احنا عندنا كده عين ثاقبه. بالظبط، فهو مفيش غير برونو اللي تعتمد عليه. انت برونو لو عرفت يعني تعتمد مثلا عليه. هو برونو هو الفرقه. بالظبط. هيعرف مثلا ايه يظبط مبيمبو على كونيا يعني كده، فاهم؟ بس انا شايف انا لو خدت برضو. نفس الانتاج اللي عملوه السنه اللي فاتت كل واحد فيهم انا باشا بالظبط. مرضي. بس انا محتاج برضو واحد لما اعمل له فرصه، سواء برونو سواء كونيا سواء مبويمو يحط. وحارس. انا بكره اونانا ده. وحارس. اكتر حاجه بجد بشوفه بتعصب. إيه؟ اونانا ده بجد انا مش عارف جه النادي يعني ازاي. حارس برضو دي برضو في كلام تاني لوحده. يعني برضو انت عندك ايميليانو مارتينيز ده احنا لسه. كنا هنخلص فيه ما اعرفش إيه اللي حصل. انا بالظبط هو. كنا خلاص وودع باين الجمهور، اه وكنت فاهم ان هو خلاص جاي. بالظبط. ما اختفى الموضوع خلص، ما فهي حته اعرفش. برضو، لا انت عندك برضو نواقص. عندنا يا ناقص عم كتير. سيبك ماشي، انت لو هتجيب مثلا، لو هتعتمد باللعيبه مثلا عماد ديالو ما اعرفش، ما انت برضو عندك ديك. هل بقى هترجع لي بقى سانشو وانتوني؟ دي برضو لسه في برضو كلام برضو على الحوار. سانشو اصلا ولا احنا طايقينه ولا هو طايقنا. بالظبط، وانتوني. انتوني مش عايز يرجع، ما بالظبط. وعنده حق. اه وانا مش عايزه يرجع. يعني هو الصح ليه ولينا انك ما ترجعش، انت هو لعيب مش مش نافع معانا. بالظبط. وانت لعبك ناجح جدا في الدوري الاسباني. الدوري الاسباني مش طف زي الدوري الانجليزي، بالظبط. ما بيضربوش زي الدوري الانجليزي، ما فيهوش البدني والسرعه والتخبيط، لا بيسيبوك شويه على راحتك، وفي بقى مهاراتك ممكن تبان صح. اكتر، واللعب هادي اكتر وبتاع. التيمبو ده ينفعك، ما ينفعنيش، فانت لا نافع معايا وانت مبسوط هناك، ما ايوه تجيش. فاهم قصدي؟ بس احنا لا محتاجين ارسنال بقى، عشان خاطر ارسنال. انا عايز اديك في وشك كده راي. ايوه الجيركيرس ده بلح. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هقول لك ليه انا شايف ان هو نونيز جديد. اه الواد تقريبا نفس نسخه من اللي شفناه من نونيز قبل ما يجي ليفربول، كان مكسر الدنيا مع بنفيكا وبيعمل وجوان من اليمين وجوان لوبات، وشفنا كل حاجه، ولاعب ليفربول حط فيهم جونين، وكلوب اتبسط قوي وجبناه. فشل ذريع في الدوري الانجليزي. انا شايف ان حتى تجربه جيوكيرز اللي فاتت مع برايتون وشغله مع سبورتنج لشبونه شغله فظيع، بس انا الدوري البرتغالي بيخوفني بالذات في المهاجمين. ايوه يعني اخد منه نص ملعب وانا ضامن بيبقوا فعلا لعيبه كويسه، زي انزو مش زي عارف مين. برونو زي انزو أيوة. زي جواو نيفيز زي كل الشباب دي. لا نص ملعب اخد وينجر لكن سترايكر الارقام اللي بيعملوها في الدوري البرتغالي دي مش بتتعمل في الدوري الانجليزي، وانت محتاج كارسنال او اللي ناقصك كمنظومه في ارسنال انت لازم مهاجم سفاح. فانا شايفها ريسك قوي ومش شايفه هينجح، ده وجهه نظري. لا انا شايف عكس كده الكلام يعني تماما. كلمه بلح دي تقيله قوي، فاهم؟ على جمهور ارسنال، فاهم؟ ده لو سمعوا دلوقتي هم مبسوطين يعني هم قوي بيصدقوا، فاهم؟ فلا انا شايف لا كيوجيرس لا هيبقى مختلف تماما خالص عن السترايكرز اللي بيجيبوه بصراحه من وجهه نظر. الراجل كان بينافس على الجولدن بوت، تمام، كان بينافس تقريبا امبابي، صح ماشي معاك. هتقولي الدوري البرتغالي سهل او مش سهل، بس لا كاسما يعني هو راح قبل كده برايتون، ما كانش انجح حاجه او ما كانش بيلعب اصلا خالص. بس كان لسه ستيل صغير. هو لما خد برضو على لعب الكوره وخلاص واخد فرصته في دوري مثلا مختلف عن دوري انجليزي، خلاص انا هرجع بقى على دوري انجليزي ومعايا فرقه دلوقتي. لا ارسنال جابوا شويه صفقات تقيله قوي. يعني ارسنال برضو صفقات بهرت.
بص انت عندك مدويكي ومين تاني بقى؟ بص انت عندك بقى الصف اللي ورا في الدفاع انت متقفل خالص بالدك. هم اصلا كان عندهم عندهم دفاع كتير حلو قوي من السنين فعندك اللي جبت فاتت. واحد من فالنسيا اسمه موسكيرا، اه ده الواد ده كويس جدا اصلا. كويس فعلا. جابوا بديل لرايا كيبا، يعني قشطه بديل كويس. ماشي. عندك بقى عشان خط ما بحبش النص. الجوان القصيره الصراحه، انا مشكلتي مع رايا ان انا ما بحبش انا كيبا مش مشكلتي مع مقتنع رايا بيه، اونانا ان هو ما بحبش الجوان القصيره. رغم كيبا ما شاء الله لعب في ريال مدريد وما اعرفش مين وكده، عادي. فخط النص انت خلاص بعت لي توماس بارتي اللي هو ما كانش ليه لازمه قوي، او خلاص بقى اللي عليه قواضي وعليه ما اعرفش ايه. جبت جبت زوماندي، لي بقى زوبيمندي، وجبت لي نورجارد بتاع برينفورد، عمل السيزون حلو قوي ده السنه عامل اللي الموسم كان حلو جدا. صح. المشكله بطلع ما بينه هو وديمس جارد ان هم فاتت. نفس وانا الاسم، كمان. فانا مش عارف هل ده ديمس جارد ولا نورجارد، فانا اتمنى قلت صح هو لا نورجارد. هو نورجارد صح اه اظن. و... هي اظن. فعندك برضو ديكلان رايس كده كده نجم عامل الفرقه. موسم اساسا خرافي. مم. عندك بقى ساكا. اوكي ماشي، ده متامن اوكي. وجابوا مدويكي ب 50 مليون يقعد مدويكي جنبه، فانا اوكي. بالظبط. الناحيه الثانيه انت لسه عندك مارتينيلي. مارتينيلي هي ده اللي مشكله، انا بتكلم فيه معاك بقى. معاك في الليفت وينج، بس برضو انت ممكن تعتمد برضو على تروسر. تروسر برضو يعني انت تدي له كوره شويه، بس انا بس بالنسبه علي لي السنه اللي فاتت علي لما كان تروسد بينزل مش ماشي بيسعف، ماشي، بس انا بيقضي الغرض، بس اي حد احسن من مارتينيلي بيكمل ال ان 11. شاء طب الله ما ممكن. هو يعني هم الاثنين بيكملوا ال 11 ماشي بس ممكن مش فارقه. بس ممكن لو يخلي يجيب مدويكي ممكن يخليه يحوله هناك ليفت وينج ممكن. حته هافرز بقى بالظبط نخترع، بالظبط. ما هو برضو ريسك. ما هي كده كده معاك ريسك، بس احسن ما فيش مثلا لو ما جبتش اي حد خالص ممكن اعتمد على مدويكي او تروسر. مارتينيلي انا بالنسبه لي خارج الحسبه اساسا، وخارج في اي حاجه في الدنيا اصلا، يرجع دوري يعني انت شايف ان جيوكيريس ده القطعه المفقوده في سكواد ارسنال؟ وكمان ممكن اساسا هيعتمد دلوقتي بيوكيرس اساسا ان هو بيشوط ضربات جزاء، فخلي بالك ممكن برضه اساسا الساكا كان ارتيتا كويس فيها معاك. بس ممكن هو عايز يخلي بقى جيوكيرس بقى ان هو يبقى نجم اكتر، او ان شاء الله ما حتى مثلا ما ساهمش قوي في ماتشات بس على الاقل يجيب ضربه جزاء، فممكن يعتمد عليه ده في واخد حته رقم ضربه جزاء. 14 وبتاع ده. ده رقم كبير جدا اساسا عليه، واخد رقم هنري، فانت عارف اللي هو بقى انت خلاص انا خليفه هنري، فانا بقى رقم تقيل، هي تقيل، هو رقم فانت تقيل، معنى كده فهو انت لازم بتصدره كستار للفرقه. بالظبط. وهو يعني شكله هو داخل سخن، هو عايز يبقى قد المسؤوليه، وارتيتا ممكن يلعب تشكيله تماما يعني يغير بقى الفورمه اللي احنا بنشوفها ان هو كل شويه بقى له 6 سنين مثلا ولا 5 سنين انا هقعد ابني وابني وابني. لا هو خلاص هو ملوش كلام تاني، هو بنى بما فيه كفايه. احنا مش كده، فعشان ده احنا لو طالعين بكومباوند كان خلص بالظبط خلاص بقى. الراجل جاب خلاص بقى خرب بيت كده، بالدكه، وعندك دكه عندك محترمه. دكه وعندك بالظبط اساسي وعندك مهاجم بالظبط، وعندك مدافع متقفل. انت عندك مثلا يا عم لو تمبر اتصاب، عندي بن وايت، كالافيوري وعندي وبن كاليفوري، وايت موسكيرا دلوقتي ومسكيرا مكان دلوقتي بالظبط. وصليبا وجابرييل. ومش عارف لا تومياسو لا توماس ماشي، كيور بتاع كيفور بولندا. كويس ولعيب مش وحش لما بينزل بالظبط بيسد يعني. كان جبناه قبل كده من كام جوله كده ليه في الفانتزي مثلا، كان كيور ده لما كان مين رخيص. اتصاب؟ صليبا كان ولا كان جابرييل؟ جابرييل جابرييل اتصاب، اتصاب وكيفور لعب مكانه وكيور كان ولعب بيلعب برضه كويس. قد فلا يعني ارسنال، لا انا شايف يعني ارسنال يعني عامة بالنسبة لي شايف الدوري هيبقى سخن أصلا جدا، يعني أنا مستني الدوري ده بطريقة بشعة. ما احنا بقى هنتكلم في الموضوع ده عشان احنا عندنا شغل كتير. فلا يعني أيوة. أنا يعني بالنسبة لي لو كنت يعني أتمنى طبعا ليفربول تاخد دوري، بس لا يعني إحنا لسه لا اصبر عليا لسه بقى، أشوف اصبر بقى. عليا يعني أنا بقى، شفت الصفقات قلت لا شوية تخلش عليا سخن لا كده. بس هم بصراحه دلوقتي على الورق ليفربول اكتر نادي مستقر ودعم تدعيمات قويه بنجوم صح بالظبط. على الورق هو فعلا اللي اجهز للسيزون، واكتر واحد المفروض انه رهان رقم واحد، لان السيتي رغم كل اللي هو عمله والصرف اللي هو صرفه وجاب لعيبه كتير قوي، بس لما شفنا اداءاته في الكاس العالم للانديه وان لسه لا واضح ان لسه شويه احنا قدامنا شويه، والسيزون ده فارق جدا في مع جوارديولا. ايوه يعني انت يا ترجع بقى تحول على الناس وتنتقم ولاقيك بقى بترجع بقى الخمسات والستات والحاجات اللي كنت بتعملها دي، يا اما انت دخلت في دوامه مش هتعرف تخرج منها. صح. والرهانات اللي انت مراهنها كتير، انت جايب شركي ومرموش ومش عارف مين ورايندرز لعيب حلوه جدا، بس برضه هتشوف هيعمل ايه. بس هو لعب حلو في كاس العالم للانديه الصراحه رايندرز بالذات. وخلاص بقى هو قافش اساسا كمان على حارس، فجاب ترافورد بتاع بيرلي. جاب ترافورد دي صفقه حلوه قوي بالظبط. وترافورد ده اساسا كان من ناشئين مانشستر سيتي، يعني ده كان اساسا كان تقريبا من الناشئين ومشوا خلاص اسمه ايه ولا لسه ادرسون مع تقريبا. بس هو يمشي هو 100%. لو ما مشيش هيبقى في منافسه ما بينهم، بس الحارس يعني الاساسي هيبقى الحارس الاساسي تقريبا يعني انا شايف تقريبا ممكن يعني لسه هيعتمد على ادرسون فعلا. خلي ترافورد مثلا يبقى ممكن انا حاسس ان ترافورد جاي ممكن اساسي. لا هيبقى في منافسه ما بين ادرسون وترافورد اساسا. حاسس فاز جولدات اتخانق من ادرسون خلاص شفت مثلا ادرسون مثلا اول 5 جولات يقرف، خلاص اتكل على الله هبيعك في الشتاء. كان تقريبا مش عارف مين كان جالاتا سراي كان عايزه حاجه زي كده.
ولا كان حققوا حاجه في دوري حد في التركي. بشكتاش فينرباخش في جلطة. حد في الثلاثه. ودوري التركي دلوقتي اتجنن اساسا، بيجيبوا صفقات من عشان ايه تحت الموضوع؟ تحت. هم لقوا كنز ولا ايه فجاه بالظبط. معاهم فلوس غريبه كده طلعوها من آه. تحت السلم، اه خلصوا اوزيمين اللي ما كانش رايح الهلال. انا مستفزني جدا اساسا اوزيل، انت تفكيره ده خلاص احنا عرفنا هو راح يوصل معلش لفين. معلش بقى بسرعه بقى معلش. أيوه. قول لي اللعيبه اللي احنا قلنا عليها اللي راحت اوروبا. ها يلا معاك يلا. ها بص يا سيدي، قلنا على عندك مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم كونيا كونيا وإيجور خصوص، راحوا فين؟ دول هما الاثنين دول أيوة. اللي كنا قلنا عليهم فين، بوتافوجو بوتافوجو كاس العالم للانديه. راحوا فين؟ نوتنهام. اللهم صل على النبي. تمام. مين تاني؟ ارياس اللي انا ببص بقول عليه شاعر. انت بشرت بالراجل ده. طلع مين؟ وولفز. وولفز. مين تاني فاضل؟ عندك ويسلي بتاع فلامينجو. ده فين؟ روما. ده بقى يلا بينا. وفي بقى حد من اللي احنا كنا اتكلمنا عليه بقى اللي خط النص، ريتشارد ريوس. حبيبي كان نفسي يروح دوري انجليزي وانا بس كمان، راح وهو بنفيكا. كان اقرب قوي لروما، ما اعرفش برضه في الاخر بس راح بالظبط راح بنفيكا. لسه يعني مع الوقت قشطه ممكن يروح في حته. احنا من هنا بنناشد، احنا عايزين كوميشن للحاجات دي. كل صفقه من دول ابعت لنا، هنسيب رقم الانستا باي بتاعنا تحت في الديسكربشن. ابعت لنا الكوميشن بتاعنا حضرتك، عشان احنا علينا دي كشافات لو سمحت، جايين ياخدوا شغلنا على الجاهز. ما ده اللي قلت في كاس العالم للانديه ان لازم يركزوا فعلا اللعيبه بتوع الدوري البرازيلي، لان هم عندهم حاجات، عندهم حاجات حلوه، عندهم حاجات حلوه فعلا، وده اللي حصل. اللعيبه تقريبا اللي احنا شاورنا عليها كلها راحت اوروبا، دي الحقيقه. فدي حاجه كانت مهمه جدا بالنسبه لي. اخر حاجه بقى، احنا سريعا عايزين نرجع نتكلم عن السيتي. كنا بنتكلم عليه. السيتي من وجهه نظرك السيزون ده ايه؟ صفقات متخيل ان جوارديولا هيقوم تاني ولا الدنيا؟ لا حاسس المره دي خلاص بقى صعب. ماشي. تشيلسي. تشيلسي ممكن تبقى منافس بديل للسيتي في الموسم ده بالنسبه لي. لو السيتي في حالة ان هي خيشت خالص، شايف ان تشيلسي ممكن تبقى تشيلسي هي اللي هتبقى بتتحرك. عامه هنتكلم في الحوارات دي في الحلقات اللي جايه. اخر حاجه بقى الباشا برشلونه. وانا مش قلت لك على راشفورد؟ عشان قلت لك على راشفورد. مبروك راشفورد يعني. يلا يعني هديه من مانشستر يونايتد منكم بالظبط، هديه زي بيكيه خدت اهو. خد راشفورد. انت شايف ايه بقى؟ هي صفقه بالنسبه لي كانت ريسك وغريبه، بس انا شايف راشفورد برضو ستيل لا هو مجتهد جدا. اللعيب ده مظلوم برضو في حقه جامد قوي. يعني الراجل ده لما كان في استون فيلا كان عامل برضو موسم ما عادش كتير قوي، بس كان برضو في ماتش اللي احنا كنا اتكلمنا فيه بتاع باريس سان جيرمان، كنا قلنا برضو في الماتش ده بتاع تشامبيونز ليج كان عامل اداء تحفه. وراشفورد برضو كان من الموسم اللي هو بتاع يونايتد اللي هو كان من 3 سنين او عايز افتكر برضو كان الموسم بتاع راشفورد سيزون الكورونا كان طالع النار من فوق. سيزون كورونا يعني سيزون الكورونا ده لما رجعنا كوره اللي قام بيه راشفورد وبرونو. دي الحقيقه. راشفورد كان بيطلع نار بالظبط كده. ده اخر اداء لراشفورد قوي. ايوه دي الحقيقه. هي دي مشكلتي مع الصفقه. عشان كده بقول لك خلي بالك راشفورد مشكلته لعيب مزاجي قوي، موده بيتحكم فيه جدا، بس بينام كتير. يعني ديمبلي لما جالك ماشي، لو هو جالك بقى بالعقليه دي لا لو جالي هتلبس ديمبلي جديد. بس انا حاسس مع هانس فليك ان هو يطلع قماش زي رافينيا. ده الحاجه الوحيده اللي تراهن عليها لما تطلع قماش من رافينيا. لكن في ليدز اللي هو احنا جايبين لعيب وده كان اصلا ده قبل ما هانس فليك يمسك، ده رافينيا كان عايزين يرموه من الشباك. فلما هانس فليك مسك بقى رافينيا قعد معاه كده عكس تشافي، لا هيطلع من رافينيا موسم خرافي، وكان ممكن اساسا يعني هو ستيل ممكن ينافس على بالون دور. هو بينافس على بالون دور، ستيل اسم في البالون دور بالظبط. هو في الاقل هيبقى في الشورت ليست بالظبط. راشفورد كنت حاسس ان صفقه يعني غريبه شويه، مش عارف هيلعب فين. انت عندك برضو كذا اوبشن. هتلعب ممكن تلعب مكان ليفاندوفسكي وهتبقى غريبه شويه ليفاندوفسكي، وممكن يلعب LAM ده هو يلعب كده، هيلعب هاف ليفت ليه؟ عشان هو عايز يلعب هيموت ويلعب رافينيا 10 بالظبط كده. فهي دي الفكره كلها. دي الحقيقه. وده اللي عشان كده كنت هتموتوا على نيكو ويليامز ورافورد في الاخر جدد معاه، عشان كده اصر على راشفورد. عشان كده دي الصفقه اللي اتسجلت. يعني برشلونه لسه عايز حاجات ثانيه بس امن على راشفورد يعني اهم حاجه. انا فاكر موضوع لما كان بيفكروا يعني برشلونه بتفكر عندك كان 3 اوبشن، كان نيكو ويليامز ولويس دياز وراشفورد. فانت خلاص كل واحد راح في حته. لويس دياز راح بايرن، وده كان قبل صفقه راشفورد. نيكو ويليام على اخر لحظه راح جدد عقده عادي جدا مع اتلتيكو بالباو. كان الموضوع ده صحيت من النوم خنقني اصلا بسبب الموضوع ده، موقف غريب جدا. سحب وراشفورد اساسا كان الكلام ده قبل نيكو ويليام وقبل لويس دياز، ان هو كان في كلام عليه وهو ازاي ومش ازاي ولا راشفورد لا ده خلاص انتهى. بس انا شايف راشفورد صفقه حلوه بس تبقى مقليه. بس انا مع هانس فليك يعني انا هثق فيه شويه.
يعني هثق في راشفورد. انا عامه التجربه عايز اتفرج عليها، يعني عايز اتفرج على راشفورد هيعمل ايه مع هو برشلونه. كده لعيب انجليزي اساسا جه برشلونه بعد لينيكر تقريبا. اول لعيب بعد لينيكر، بالظبط. مفيش حد راح يعني برشلونه أصلاً غير حضرت- لينيكر انا اصلا. ما حضرتش اصلا لينيكر مم. ده، فانا ما شفتش لعيب انجليزي جه برشلونه. مفيش اصلا مش غير هو فاكر أوي. لينيكر كان الوحيد، بالظبط. ده تاني لعيب آه. بعد لينيكر. اتمنى يطلع بقماش حلو. هي تجربه انا عايز اتفرج عليها عامه، بالظبط. عايز اشوف هو هينجح ولا هيعمل ايه، لان انا بحب جدا راشفورد وكنت شايفه خليفه روني، بس انا ما اعرفش اللي حصل. النادي بقى بوظه، الاعلام بوظه وضغطه، بالظبط. الواد فكس، مم. ما اعرفش ايه اللي حصل. بس انا متوقع ان هو الواد ده لو هانس فليك ركز معاه بالظبط وقرص كده. عليه وبتاع، والواد ده جاب فورمه، لا راشفورد ده لعيب هتتبسط اتمنى. بيه قوي، هتتبسط وانا بيه عامه قوي قوي. راشفورد عامه اساسا بيمتعني ستيل، هو لا بشوفه لعيب مزاجنجي جدا، بس لعيب برضو اللي هو ايه احب اتفرج عليه، اهو طبعا احب اتفرج عليه جدا، حتى لو كانت اوحش موسم اليونايتد او مثلا هو بيعمل يعني ماتش زي زي الخرا من الاخر، لا بس هو بس برضو راشفورد، عليه لمسات برضو ايه اخاف منها. بس راشفورد لما بيبقى واقع بيبقى بيديك بقى حاجات مصطفى بالظبط. شلبي، يعني في الليفل ده. قرن زباله فعلا. يعني فاهم وش فكرنا كده على كذا. طول يعني. طب اخر حاجه بقى قبل ما نختم، أيوة. عايزين نتكلم شويه عن البلان للسيزون الجديد مع بدايه السيزون الكوره. اوكي. قول لي بقى احنا هنعمل ايه؟ آه. هنعمل ايه؟ صعبه دي. يعني نتكلم مثلا مش عارف يعني نتكلم عن فانتزي مثلا. بص آه. احنا ومتناقشين مع بعض في الموضوع ده، احنا هنستلم الدوري الانجليزي ده بقى ايه بالظبط. بتاعنا. كل تلات هنعمل حلقه عن الدوري الانجليزي، وهنتكلم عن الجوله، هنعمل كونتنت ظريف عن الدوري الانجليزي جدا جدا، وهنحط شويه فانتزي كده عشان انا وانت هنتخانق أيوة. كبيره في الفانتزي. بس انا جبت سيره فانتزي فخلاص احنا داخلين في سكه بريمير ليج اكتر، فاهم؟ بس كده. فوعد اهو قدام الناس، هنستنونا ايه كل تلات بالظبط كده. كل تلات هنعمل حلقه عن البريمير ليج، مع الوقت هيبان تفاصيل الموضوع اكتر، بس هنعمله بشكل مختلف شويه ان شاء الله. فاتمنى ان احنا ايه يعني نعمل كده بالظبط. نبقى قدها اصلا يعني. فاتمنى ان احنا نعمل كده. بس يا لولو، عايز اي حاجه؟ زي الفل مبسوط جدا. الحمد لله على السلامه. خير. التان التان باين جامد. فعايزين بقى ما تغيبش علينا تاني كده، ونستنى منك كل حلقه بقى ايه الفتره اللي جايه، لغايه هنعمل حلقات ان شاء الله لغايه لما السيزون يبدا يوم 15 ان شاء الله، ومن بعد بدايه البريمير ليج استنوا حلقه كل يوم 3. بس لو وصلت لغايه هنا ما تنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب وزعلوا في الايه. ايوه هو ده هو الجرس. زر الجرس. أيوة. دوس على زر الجرس. شكرا يا لولو، شكرا يا امير، ميرسي قوي. يلا باي باي.